الفريق المغربي وصل إلى هذا الحد ليس بالصدفة. الفريق فريق يدافع جيد جدا، يدافع دفاعا مستميتا. ستكون مباراة قوية وصعبة، وعلينا نحن لاعبو الخبرة أن نجهز أصدقاء قبل ملاقاة المنتخب المغربي يوم الأربعاء فإلى هناك. Tout le monde peut poser ses questions et c'est parfait. Pas dû dire qu'il y avait deux questions. Bon, je vais me concentrer sur celle qui concerne. أنا أريد أن أسألك على الصديق على ياسين بونو الذي هو أحسن لاعب في هذه الدورة لحد الآن، أحسن حارس من أحسن الحراس. ما الذي يفرقه والذي يجعله يفترق عن الحراس الآخرين؟ أنا لست مفاجئا بسؤالك هذا، لقد لعبت معه كثير المرات، ضده ومعه عدة مرات، وسواء كان ذلك في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا. هذا الحارس متكامل كامل، خاصة على الخط، على مستوى الخط، خط المرمى، وعلى المستوى الذهني هو قوي جدا، وقوي جدا في ضربات الجزاء أيضا. وأنا سعيد جدا بالنسبة له أنه أوقف كل هذه الضربات، وفي كأس عالم أنا سعيد بالنسبة له. Bonjour Jules, Colbert Yampan de Cameroun Football. سؤال من الكاميرون. هذه المقابلة الخامسة لفرنسا ضد فريق أوروبي. أنتم الفريق الخامس. هل هذا يزعجكم شيئا ما؟ لم أفهم سؤال، وأنا أيضا لم أفهمه. المغرب قابل 4 فرق أوروبية في هذه المسابقة، وسيكون مباراتكم الخامسة. هل هذا يزعجكم شيئا ما؟ لا يزعجنا، لا، نحن جاهزون، ونعرف أن المغرب فريق قام بدورة ممتازة جدا وكسب ضد فرق كبرى، وهذه المباراة سنأخذها من الجانب الجدي تماما مثل ما قلت لك. ليست مفاجأة، هم يستحقون الوصول إلى هذا المستوى، إلى هذا الدور. أهلا جول. أمامك. المغرب يدافع جيد جدا. أنت مدافع، هل كنت تحدثنا على ما يمكن أن تقوم به فرنسا لكي تخترق هذا الدفاع المغربي؟ أهلا. أعتقد أنهم متماسكون تماما، وخطوطهم متماسكة ومتقاربة جدا من بعضها البعض، وقادرون على تنظيم هجماتهم انطلاقا من الدفاع ويجرون كثيرا، لديهم سرعة ممتازة جدا. هذا ما يجعل دورنا أو مهمتنا صعبة جدا. يجب أن نلعب بكرة يعني بلمسات بدون أن نحتفظ بالكرة كثيرا، لأنهم قادرون أيضا على افتكاكها. أهلا جول. على يسارك من جريدة ليكيب. كأس العالم وكأس الأوروبية. كأس العالم 4 مرات في السنة، و4 سنوات في السنة تكاد تكون أمور أزلية بالنسبة لبعض الناس. على مستوى المسابقة المستوى يرتفع شيئا فشيئا، كل سنة وكل دورة يرتفع أكثر فأكثر ويصبح أكثر دسامة. الفرق كلها في مواقعها. على المستوى التكتيكي ليس هنالك أخطاء كثيرة، والمستوى يرتفع شيئا فشيئا مثل ما قلت لك الآن. وأنا أعتقد أن عندما نصل إلى هذا المستوى وهذه المرحلة، أقل خطأ يمكن أن تدفع ثمنها غاليا جدا جدا. لابد علينا إذن أن نكون جاهزين. أهلا رافائيل. الهدف الأساسي لفرنسا هو نصف النهائي. وصلتم لنصف النهائي، إذن الآن نحن ننظر إلى أبعد شيئا ما. هنالك بعض المصابين. هل تعتقد أننا لحد الآن نجحنا نحن الفرنسيون في هذه الدورة من كأس العالم؟ أعتقد أننا لعبنا دورة متميزة جدا. الآن نحن في نصف النهائي. طبعا عند الانطلاق الهدف كان الربح، الكسب أولا، الكسب في كل مباراة. الآن وصلنا إلى مستوى أنه لم يعد من حقنا أن نحسب أو أن نتخيل، علينا أن نكسب. نحن في نصف النهائي، وهذا شيء مرهق جدا وليس من الأمر السهل. ونعرف جيدا مثل ما قلت لك أن المستوى عال جدا، وكل مباراة فيها كثير من اللعب
في كثير من التنازل. نحن في المربع الأخير، المربع الذهبي، وهذا إنجاز كبير جدا. الآن الهدف هو الربح. الربح أولا، نحن نريد ذلك. أهلا من AFP. مباراة حربية ضد إنجلترا وتلعبون ضد المغرب الآن. لديكم كثير من المصابين ولقد لعبتم مباريات طويلة. أنتم ربما معتبرون مؤهلين على الورق، ولكن هل هذا كافي؟ أعتقد أنه لدينا كثير من الخبرة لكي لا نسقط في فخ الفريق المغربي. الفريق المغربي وصل إلى هذا الحد ليس بالصدفة. الفريق فريق يدافع جيد جدا، يدافع دفاعا مستميتا. ستكون مباراة قوية وصعبة، وعلينا نحن لاعبو الخبرة أن نجهز أصدقائنا لمحاربة أخرى، لحرب جديدة. هذه بعد حرب إنجلترا، حرب ضد المغرب كرويا طبعا. ومثل ما قلت لك، لابد أن نسقط في فخ السهولة. هذا نصف نهائي كأس عالم، نصف نهائي كأس عالم. لابد أن تعطي كل ما عندك وأن تجاهد حتى النهاية لكي تكسب هذا المكان في النهائي. لابد أن تكون ممتاز. أهلا رافائيل. المنتخب الفرنسي سوف يلعب النصف النهائي الثالث في 6 سنوات. نعرف أننا لعبنا أيضا في 90، في 98 وفي 94. هنالك من أولادنا لم يروا أبدا فرنسا تلعب نصف النهائي. هل أنت متيقن تماما بأنك نخلق الآن أناس جدد، يعني أجيالا جديدة في فرنسا؟ أعتقد أننا سوف نتيقن من ذلك عندما تنتهي المقابلات كلها وتنتهي كأس العالم، ونرى أين وصلنا من الأهداف التي رسمناها في الأول. النصف النهائي هو شيء ممتاز جدا، ونحن الآن مركزون على ما تبقى من هدفنا، وهو الجزء الأكبر والجزء الأنجع. صحيح أن النتائج الماضية، النتائج كانت موجودة وهي أمامكم ويمكن أن تقرأوها. لابد أن تكون لديك فريق جيد، وقد لعبنا ضد فرق كبيرة، وقد رأينا فرق كبرى خرجت من المسابقة، فرق كبرى وحتى منها من خرج في الدور الأول. هو صعب جدا أن تتيقن مما تقوم به